بينور المطبخ كده، بيحسسك بالتفاؤل كده وانت بتطبخي فيه. الاكل ما بيلزقش فيه ولا بيتحرق ولا بينقر ولا بيتخربش ولا بيبوظ، لانه الكركماز الاصلي. احلى واحسن طقم ستانلس تقدري تستخدميه وتستعمليه هو كركماز. طقم الاحلام يا جماعه، بجد هو احلى طقم انا جبته في حياتي في الحلال. نظيف وشيك وصحي. بالنسبه للجرانيت والتيفال والحاجات دي هو صحي اكتر منهم بكتير جدا. اولا هو ما فيهوش رصاص، خالي من الرصاص تماما. وعلى فكره انا طبخت في كل ده وهتشوفوا دلوقتي بنفسكم. تنظيف وسهل جدا، ولا بينقر ولا بيتخربش ولا بيبوظ، لانه الكركماز الاصلي. انا جبته من جروب شيماء راسم، وده مش اول تعامل بيني وبينها. بنت حلوه جدا ولطيفه جدا في التعامل، مش هتقعد تقول لك بقى استني هبعت اجيبهولك، استني اصل انا هستورده، استني ادفعي عربون. لا خالص، الحاجات عندها فوري، يعني حاجات اول ما هتطلبيها هتجيلك على طول، موجوده يعني متوفره. ده كركماز اصلي وسعره عند شيماء راسم ارخص من سعره في التوكيل نفسه. طبعا شيماء انا مش اول مره اتعامل معاها، بصراحه حاجتها حلوه جدا ونظيفه جدا جدا، شهاده حق. يعني مثلا واحده عايزه تجدد في مطبخها، عروسه عايزه تجهز، ام عايزه تجيب لبنتها او لبيتها. طقم العمر يا جماعه، طقم العمر بجميع المقاسات، وفعلا سعرها ارخص سعر موجود في السوق. وده انضف ستانلس لمحبي الستانلس، انضف ستانلس موجود هو كركماز، واحسن سعر من عند شيماء راسم. هسيب لكم اللينك بتاعها في الكومنتات، بتحبوا تتواصلوا معاها. الحاجه عندها فوري. ده 15 قطعه، في منه 14 قطعه وفي منه 11 قطعه. في حاجه هنا كده نجمه، النجمه دي ما ينفعش تعلي النار عنها. يعني مثلا ايه، ما ينفعش تعلي النار والنار توصل لغايه هنا فالحله تغمق او الطاسه او اللبانه، لا، عشان النجمه دي عاملينها لك عشان دي حدود للنار بتاعتك اللي المفروض لما تيجي تحطي الاكل على النار. ده مثلا بوله عجن مترقمه هنا كده، عشان لو انت عايزه تحطي اللبن او الدقيق او اللي هتحطيه او الميه او وات ايفر اللي هتعجني بيه. هنا في ارقام اهي. الحله الكبيره دي، بصي الحله الكبيره دي انا عملت فيها النهارده ما شاء الله بط محترم، هتشوفوه في الفيديو يعني. بصوا دي انا بحبها جدا. دي انا اعمل فيها المحشي، بحب جدا اعمل المحشي في الصواني زي ما انتم عارفين. دي بقى للملوخيه، دي تتعمل فيها الرز، دي يتعمل فيها الخضار، يتسلق فيها لحمه، حلوه قوي. بصوا كمان ايه القلايه دي حلوه جدا جدا، تحمري فيها اي حاجه انت عاوزاها. وعندهم بقى كمان لبانه بغطا ولبانه من غير غطا. بجد هو طقم بينور المطبخ كده، بيحسسك بالتفاؤل كده وانت بتطبخي فيه. بس الملحوظه اللي عايزه اقولها من خلال تجربتي معاه، ما تعليش النار وتوصليها لغايه ايدين الحله، لا، خلي النار متوسطه علشان يطلع معاكي الاكل مظبوط، عشان الاكل معاكي ولا يلزق ولا يجرى له اي حاجه. فخلي النار متوسطه، دي الحاجه الوحيده اللي انا اقدر اقول لكم عليها. لكن غير كده تحفه وحلو وجميل. وانا طبخت فيه النهارده، عملت فيه كل الاكل، هتشوفوا ده بنفسكم. انا كمان عملت بلح باللبن في ده، تغلي فيها اللبن، بس برضو تخلي بالك من حوار النار. عشان انا كنت زمان بصراحه عندي طقم ستانلس كنت بستخدمه غلط، حقيقي كنت بستخدمه غلط. واول سنه لو تفتكروا لما بدات معاكم كان الناس يخشوا يقولوا لي الاكل هيشيط يا مدام نهله، كنت بحط النار لغايه هنا. وكان عندي طقم ستانلس طبعا، وكان احط البصلايه تتحرق لان المفروض ليه تعامل معين. بصوا دي الكرتونه بتاعته اهي، الكرتونه هي اللي جه فيها الطقم، موجود فيها مقاسات الحلل بكل المقاسات موجوده في الطقم ده. مقاس 30، مقاس 26، مقاس 18 ومقاس 22. اللي احنا بنحمر فيها دي القلايه دي 24، اللبانه دي 16 مقاسها 16، واللبانه دي مقاسها 14. ما شاء الله انا عملت هنا بلح باللبن، وعملت هنا بط، وعملت هنا الممبار. يعني انا ما شاء الله استخدمت الطقم كله والتزمت بالتعليمات ان انا ما اطلعش بره النجمه دي علشان افضل محافظه على الطقم بتاعي. وبعدين تغسليه وتنشفيه وتشيليه، هيفضل معاكي زي الفل طول العمر، ولا ينقر ولا يخربش ولا يبوظ ولا لونه يغير طول ما انت بتتعاملي معاه صح. كل سنه وانتم طيبين. اعملوا فيه كل اكلات رمضان وكل العزايم بتاعتكم، وان شاء الله يعجبكم الطقم وتجيبوه. وهسيب لكم اللينك بتاعها في الكومنتات. ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. بحبكم جدا جدا، اتمنى ما تحرمونيش من كومنتاتكم الحلوه، واشوفكم الفيديو الجاي حلوين. باي باي.